صباح الخير عليكم. بما ان رمضان خلاص فاضله شهر، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض بقى كنافة بالقشطة، حاجة كده عظمة قوي قوي قوي. طريقتها سهلة جدا وهنعملوها. وطبعا الكنافة دي حاجة أساسية في رمضان. وطبعا مش هنساكم في الكنافة اللي هي بالحشوة اللي هي بالمكسرات والجوز الهند وكده. بس احنا حبينا ان احنا نبدأ بالقشطة عشان انا بحبها جدا. فيلا نشوف الوصفة. اول حاجة هنحتاجها في الوصفة النهاردة نص كيلو كنافة. وحابه بقى النهارده اقول لكم تركايه مهمه جدا جدا جدا. قبل ما نبدا ان احنا نكسر الكنافه زي ما انتم شايفين كده، هنبدا ان احنا نحطها في الفريزر حوالي مثلا نص ساعه كده. وبعد كده نطلعوها ونبدا ان احنا نكسروها. على فكره دي بتسهل الخطوه دي قوي عليكم. اسهل من انك انت تبقي جايباها من عند الراجل بتاع الكنافه وتبداي فيها على طول. فدي تركايه مهمه جدا. وطبعا انا هعمل لكم سلسله للكنافه بكل اشكالها. يعني بصوا كميه فيديوهات هتنزل للكنافه دي غير طبيعيه. ان شاء الله هحاول ان انا انزلها قبل رمضان. كلها بجد حاجات حلوه جدا وكذا طريقه للكنافه وكذا شكل ليها، عشان بجد رمضان اساسه الكنافه. فلازم ان احنا يعني تشوفوا بقى كل انواع الكنافات، وهعمل لكم حاجات جديده عمركم ما شفتوها قبل كده. وبالنسبه لتجهيزات رمضان، فانا الفتره اللي جايه هبدا ان انا انزل لكم طريقه عمل القطايف والعصاير وكل الكلام ده بجد. فلو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومش هنساكم طبعا بقى في الوصفات بتاعه رمضان، الاكل ومش حلويات بس، لا الاكل كمان. هعمل لكم حاجات حلوه جدا. وطبعا مش هنساكم في فيديو منيو رمضان، لان فعلا الفيديو ده مهم جدا لكل ست بيت. لان فعلا ناس كتير قوي بتبقى محتارة تعمل ايه في رمضان، والوصفات والتفاصيل بتاعت الاكلة. كل الحاجات دي هقولها لكم في الفيديو ان شاء الله. فلو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبعد ما خلصنا الكنافة هنبدأ ان احنا ننزل عليها ب3 معالق سكر بودر. وهنحتاج كوباية من السمنة، لان نص كيلو كنافة بياخد كوباية سمنة. وهنبدأ ان احنا نشرب الكنافة للسمنة دلوقتي. بعد خلاص ما نتأكد ان الكنافة شربت كل السمنة، هنبدأ دلوقتي نحط معلقة سمنة في اي صينية بقى عندكم. ونبدأ ان احنا ندهنوها في الصينية. وبعد كده نحط حوالي نص الكنافة مثلا، نحطها في أرضية الصينية ونكبسوها كويس قوي 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 زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. عاوزة اقول لكم ان الكنافة من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل بجد في البيت. يعني مفيش داعي ان احنا نروح نشتريها من بره بتكلفة عالية. لا، احنا ممكن نعملوها في البيت بتكلفة بسيطة جدا، وبطريقة بسيطة وسهلة، ومش تاخد منك وقت خالص.
وفي رمضان احنا بنعملوها مثلا بعد ما بنخلص الفطار بتاعنا، بنبدأ ان احنا نعملوها ما بين الفطار كده، ايه بيبقى فيه ساعتين قبل الفطار كده، نقدر ان احنا نعمل في نص ساعة منهم الكنافة دي. يعني هي مش هتاخد في ايدك اكتر من نص ساعة. وجربيها لو عايزة تجربي الطريقة وتشوفيها معاكي كويسة ولا لأ، جربيها قبل رمضان برضو. عشان كده بنزل لكم الفيديوهات قبل رمضان، عشان تبدأوا انكم تجربوا الحاجة مرة قبل رمضان، عشان لما تيجي تعمليها في رمضان تبقي انت عارفة الطريقة وخلاص اتعودتي على العمايل بتاعتها. ولازم نتأكد ان مفيش اي فراغات خالص في ارضية الصينية، لان احنا لما هنحط دلوقتي القشطة تكون يعني يعني ما تنزلش في ارضية الصينية. لازم تكون الارضية بتاعة الكنافة آه، يعني ما فيهاش اي فراغات خالص، زي ما انتم شايفين كده، وان احنا نكبسوها كويس. وبكده احنا خلصنا اول خطوة وهي ارضية الصينية. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نعمل القشطة بتاعتنا. هنحتاج 3 كوبايات لبن، وعليهم 3 معالق من النشا. كل كوباية لبن بتاخد معلقة نشا. ومعلقة باستري او معلقة من كريم شانتيه. الباستري ده لو ناس كتير يعني بتشوفني ان انا عشان بعمل تورتات وكده، فالباستري ده بيبقى موجود عندي على طول، فهو مش لازم تحطي باستري، عادي كريم شانتيه برضو هيبقى جميل جدا. وهنحط معلقتين من السكر. وهنقلب كل المكونات دي بقى على البارد كده كويس لغايه ما النشا تحسي ان هو خلاص داب. ومحدش يقول ان السكر قليل، عشان انا حاطه معلقتين، احنا لسه هنحط عسل، واحنا حاطين اصلا سكر بودر على الكنافه كمان، فعشان ما تطلعش منكم مسكره فهما معلقتين كويسين جدا. هي كده هتطلع معاكم مظبوطه قوي قوي قوي. وطريقه القشطه دي احنا بنسميها القشطه الكدابه. وطبعا لو متوفر عندكم مثلا حتة قشطة، معلقة مثلا لبن بودر، كل الحاجات دي بتدي دسامة للقشطة اللي احنا بنعملوها بالطريقة دي. بعد كده هنبدأ ان احنا نطلعه على النار، ونقعد نقلب كويس كده لغاية ما هتلاقوا القوام زي ما انتوا هتشوفوا كمان شوية كده، هتلاقوا القوام بتاعها تقل وبقى حلو جدا.
وهنبدأ ان احنا دلوقتي نفضي القشطة بتاعتنا في نص الصينية، ونحاول ان احنا ما نوصلهاش للحروف، عشان واحنا بنحط الطبقة التانية ما تطلعش بره خالص وما تتحرقش مننا. هنسيب دلوقتي القشطة تبرد شوية قبل ما نحط الطبقة التانية، وهنبدأ ان احنا نعمل العسل بتاعنا. كوباية ونص سكر عليهم كوباية مية، وهنبدأ ان احنا نقلبهم كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ في حلة ننزل بيهم. انا بعمل خطوة تقليب السكر مع المية قبل ما نطلعه على النار، عشان نتجنب ان احنا ما يسكرش مننا. وهنحط معلقة كبيرة من عسل النحل. بعد ما العسل يبدأ يغلي زي ما انتوا شايفين كده، هنحط يعني زي ربع معلقة ليمون كده. ان شاء الله الفترة اللي جاية هعمل لكم انواع العسل يعني بتاعت كل حاجة في رمضان عشان تبقوا عارفين. وانا ببقى مجهزة اصلا العسل في برطمانات عندي، عشان مش كل مرة اجي اعمل كنافة اعمل عسل كمان. وطبعا اخواتنا العرب بيسموا العسل شيرة، فطبعا ايه عشان تبقوا بس عارفين العسل بتاعنا بيتعمل ازاي. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نعمل الطبقة التانية اللي هي بتاعت الكنافة. هنبدأ ان احنا نغطي القشطة بتاعتنا. هسيبكم بقى تعرفوا الطريقة كده، عايزين نعملوها بالراحة خالص ونبقى مغطينها كويس قوي علشان ما تتحرقش مننا في الفرن. وعلى ما خلصنا الطبقة التانية دي كان العسل خلاص كده خلص. ودلوقتي الصينية بتاعتنا بقت جاهزة. صينية الكنافة القمر جدا دي خلاص كده بقت جاهزة، وهندخلوها الفرن على درجة حرارة متوسطة علشان ما تاخدش لون بسرعة وتكون لسه قلبها ابيض. وزي ما انتم شايفين كده صينية الكنافة بعد ما طلعت من الفرن وحطينا العسل، شكلها بجد جميل جدا. تحفة تحفة تحفة. ما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو واشتراك في القناة، وما تنسوش ان احنا هنعمل سلسلة من الكنافات بتاعت رمضان كلها.
وفي سلسلة تانية من تجهيزات رمضان هعمل لكم كذا حاجة برضو حلوين جدا، منها طبعا تخزين الفول وازاي نعمل الفول، والحاجات دي كلها هتبقى موجودة على القناة خلال الفترة اللي جاية. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عايزة اقول لكم ان شكل الكنافة كان من جوه رهيب جدا زي ما انتم شايفين كده، كان قلبها حلو جدا، وطبعا طعمها بقى خطير خطير خطير، وهي سخنة وهي باردة، يعني الاتنين كانوا تحفة جدا. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.